بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيتم ستما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أدي ميقير غاية الحلقة يضنين من حلقات البرنامج تفوت النولون. غصد إن شاء الله رنسول في القضية تقا مهمة تعلق أهمية القصص في القرآن الكريم. ماذا قال القيمة القصص اللي لانين القرآن الكريم قلت أنواع قلتنين تغاو سيد أفرا نسول والحلقة نغصد تبعددنا لفقرات البرنامج. القصص القرآن الكريم لن درس العدد الأهداف. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. توحيد العقيدة، توحيد الإيمان بالله. ما التختين كله قيس التغريث غير قصة سيدنا آدم سيدنا إبراهيم نيتي غسلي حتى سيدنا نوح. ما العبرة اللي خلى قصص الأنبياء إخصاء يتبع غير اللي لا القصة تفسير القصص هذه أي واحد يشكد تنفسر أيتمدي ستما نغصد إن شاء الله الحلقة نغصة راكيز نسول في أهداف القصص في القرآن الكريم. ما فنرى نسول في الموضوعات كني نزرع القصة درس القيمة يقولني مثلا خصك تناركني اللي غمزي وتلنت المواسير اللي لا غير لا الإذاعة لا التلفازة لا الانترنت لا والو هكذا راه غير التعجب قبل أن نقول غيض أنسل غدر جدتنا كرا القصص رخص فرح انت رخص تصمت أرجز نستفيد. فكذلك أنتفي الأدب إلا أدب القصة. أنتفي مثلا فن السينما تصوير الأفلام السينمائية أريد بنا في القصة. فالقرآن الكريم أيضا إلا نتقيز يا العدد يقوتن القصص. فالقصص اللي القرآن الكريم أسنرى أتنت نزر هي إن شاء الله الحلقة نغصة ركز نساول في أهداف القصص في القرآن الكريم. معنى القرآن الكريم إلا نتقيز قيقان القصص إوا غمزوارو باش نبدو غالفقرات البرنامج. أنظر يا المشهد التمثيلي. عزول أيوة ما التقريث علاقة قصص الأنبياء مزيان. ما التختين كله قيس التغريث غير قصة سيدنا آدم سيدنا إبراهيم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا صالح سيدنا يوسف سيدنا هود. مزيان يا فولكي. إما ما التختين أمي غمان وصلت التغريث قصة سيدنا يعقوب نيتي غسلي حتى سيدنا نوح ورتا تستغرثيهم اختنا سيدنا نوح هاتي بالصيحة فلاس هاتي رانتي ذا وحي غتي نربي هاتي هو اللي زنزان الكتب الناس لوقتنا توجد اختنا سيدنا نوح اشكو داس الزريع وتا داس توجد توجد هاتي رانتي ذا وحي. ما العبرة اللي خلى قصص الأنبياء العبرة اللي قسنتي لنا اللي إلا قسنت غير كلي سياد اللي يعيشن الأنبياء بالقوى من نسن كريقات القوم دماني كسياد اللي يعيش النبي الناس إلا قس حتى يتلمسلت ما ستيقال تقات اللي أرمال يوفقال ماني كاسيت الدر نتان ضويض اختاد تقايت المسلت يادين ما ستيقال تقات اللي ماني كاسيت نعيمي الوفقان ضويض الحياة وفقان تنظم ماني كاس تنظم غير كنا غير اللي تشكى القرآن غير القصص غير العبارة القصص الأنبياء إلا قيس التعامل إلا قيس الإحسان قيس ديال العدد نتغاوسي وين وكان غير كان أسيفولكي بنادم أي غير القصص أنا تنتيسن إما كما أيلي غير غياب قصة تيميت تيل الأميرة سنوات جليم ده إيوا صافي حتى كمان يمداو واحدين صافي إن شاء الله.
كما دي ستما نزرى المشهد التمثيلي، نزرى السيداد مانيك أغتهلا غيستيس يتبعتنت الأنواع القصص اللي قرنت أرتنت تشجع أرسنت يتيني هنكي أين كنت خصان القصص تنمتي تداوير أشكون السيدات يسن القيمة التربوية لله غدار القصص. وكان اختار لي مقون تهتمس القصص الأنبياء، اختار لي مزين تهتم القصص اللي هما تزني المزينين. أدناش غادي إن شاء الله القصص القرآن الكريم. القصص القرآن الكريم لن درس العدد الأهداف قوتنين ونصدرت نحدو ولكن رانا نبين بعض كيزن البعض اهداف هذه القصص هي الدعوه الى وحده العقيده. القصص اللي يمال ربي القران الكريم المحور الرئيسي كيزنت ما في كل دورنت توحيد العقيده، توحيد الايمان بالله ان الله وحده لا شريك له. الا تغوصيضنين تلاقيز تبين ان الدين هتيجيان الدين الاسلامي. الانبياء كلهم من ادم عليه السلام الى محمد صلى الله عليه وسلم كل الدين نسنيقات الاسلام. واخا نرتني غادي قال اليهوديه وغادي قال النصرانيه غاد، ولكن هاتي الوحده ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان مسلما حنيفيا مسلما. تاغو سيضنين لا اللي يصير القران تختيبيين يراد غيبيين العداوه لله در الشيطان. ما تقال عداوات لله در الشيطان ضد الانسان. العداوات هذه تبدا ولكن اللي غيبين القران من الجند ربي اللي غيخلق سيدنا ادم وزوجه لا غير الجند يمرس ست غوسه يتلفاكي تسترشين اين نسكن تاع الناس تنقربن اللي غسننا ربي لا امراض لا سنك في ربي الامراض يشكي الشيطان الناس الشيطان تميم هذه تسكر تابعت يعاقبنا ربي يستكوتني سواكل. فالشيطان من غصن تبدا العداوه نافين ديال العادات قوت من القصص القران كل تنت المحور نصنت ارتي التبيان اريت نهرب بالقصصا الانسان الشيطان إنيا هان الشيطان نتاني قال عدونون يخصكم أجستر من الأساس من العقل يخصكم التعصب أي ناو نتيني الشيطان الغواية إن لما يقال غواية أركي التوي اسمها كيضرن أركي جلو ف غير اختي غيرات قالت غارك الأمثلة الأهداف اللي سيتأمر للنت القصص القرآن. القصص بزاف قال الأنواع وقال الأقسام يمكن أن الأقسام القصص اللي هي القسم خاص القصص الأنبياء نفيد القرآن الكريم العدد من الصور تسمنت أسماء الأنبياء عليهم السلام. سورة يوسف، سورة هود، سورة إبراهيم، سورة الأنبياء. فعلاش اشكو اختين يبدا كيزند التركيز في السيرة ديال الحياة الأنبياء اللي غير يغنوا في سورة يونس أنا في نقز القصة يونس يغنغرا سورة يوسف أنا في نقز القصة يوسف عليه السلام وهكذا جميع الصور للقرآن الكريم. ويس الأقسام يقاد القصص نكرم مدن تكرم الطوائف مثلا قصة مريم أم عيسى عليه السلام، لقمان الحكيم قصة لقمان، قصة ذو القرنين، قارون، أصحاب الكهف، أصحاب الفيل. نافين يا القسم يضنين والسكراد يقع القصص الحوادث اللي وقعت وبالخصوص الحوادث اللي وقعين
عاد الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا غزوة بدر، غزوة يوم حنين، يوم أحد، غزوة الأحزاب، فتقريبا لقسمد كردد أفت دورنت لقصص القرآن الكريم. أنظر إلى ما يقال الحكمة اللي لانت القصص القرآن. الحكمة تقت التغوص اللي زوارن، وهو أنا نبد في العبرة ما نستفيد القصص. إن ربي القرآن الكريم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى على القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لأن في كدا الأهمية القصة، لقد تبدأ القصة ما يقال أهمية ما قز نستفيد. إن القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللي غرتا اللي نتلقي قصص غرتا ندي الصيف ربي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم يفهم والو ولا يستن والو. ولكن اللي غاس انت اللي غدو قزنت القرآن يويد الأخبار العدد نتغوسوين. ولهذا كان كتن الرسول صلى الله عليه وسلم أردت لي النقاش الكفار في العدد نتغوسوين. ساعة الناس يبين القصة حتى نتني نتسن ماني كتسن أرسني أقرأ القرآن أرسني مال ماني كتلقى القصيين ماني كتلقى تغوسين. فغي كان نفعند قصصا الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغ الرسالة، في تبليغ الدعوة الإسلامية غزمزس. إلا يا الموضوع يظنين تنتن تجنت يعني الحكمة القصصات ما تيجن. الرسول صلى الله عليه وسلم غير بداية الدعوة إلى خصو إلى مكة يدروس العداد المدن اللي سسو مني 60 70 ف 13 عام أي كاغ المدينة لبعض الأوقات زون دي غيتقناض الرسول صلى الله عليه وسلم أريد تحسوا زون دي غيفشل غد الدعوة نس أرقز تغام الحال مش تكريت أيوت مش العذاب السبان الشتيم هذا سكرنا الكفار. أرتقزن القصصات باش هذا أرسم مالنت ما يزرين تكريت في الأنبياء اللي زوارنين الرسول اللي زوارنين في تبليغ الدعوة. مثلا نوح عليه السلام اللي كان 950 عام مثل سيومن يا العدد محدود غولي اللي يقرب بي ابدي الصيف طوفان باش ايهلك الكفار يسمون غول دي السمنين خص السفينه اللي يسكر عدد يدرس 950 عام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يغس من ربي القصصا الانبياء اللي تزوارنين الرسل اللي تزوارنين مش كتزن تكريت باش تطيع عن ربي ادبلغ الرساله اللي سندي الصيف ربي اريد تفرح اريد تداول الحمد لله نكي هاتي وريي يجري غير اللي يجران الرسول الانبياء اللي يزوانين اريد تشجع اريد زياد سلك قدام يعني في تبليغ الرساله. القصص القران تنتنتي لا جزندي طاوسه يضنين مستيقان تقت ارق جزن تبيان الايات الله تعالى في تسيير العباد نس في تشجيع الرسول نس. مثلا يغنغرا قصة موسى فرعون
يغنغرا قصة يوسف ديتماس، يوسف عليه السلام ديتماس. يغنرا قصة إبراهيم دباباس. فغي كان القصص القرآن اللي كانت السبب، كانت الطريقة الوسيلة باش ينتشر الإسلام، باش المسلمين جميع الأجيال والعصور أرست فايدن القصص القرآن. القصص القرآن وكانت يوزمز كانت يعني الحياة، ما دامت الحياة على الأرض ما حد الحياة لا غيك وكال، ما حد ميد لا غيك وكال، هان القصص دروانت. ايتما ديستما ران دوغيلاد انسل يا المواطنين متنين خطاو سيد القصص في القرآن الكريم. يفكر ربي القصص القرآن سيدي ربي، دون القصة سيدنا يوسف، القصة سيدنا موسى. الأهمية القصص الناس القرآن هو أن الإنسان هذا سفكنتية الموعظة يخصو يتعلم من غير القصة، ماشي غير يغرى القرآن يسفل ديتي القصة، ولكن يخصها افلاس اي سكار غير اللي الا القصة. القرآن الحمد لله يريد يمنعوا القصص ولا عدد القصص يويتني على ارسل في الرسل. غاية ديكا يعني الحكمة راكيس نستفاد ديال الحكمة، يعني الحكمة حلان. لاند بزاف د القصص غير القرآن الكريم اللي طرحنا بزاف د المواضيع تناقش، يعني لاند كل قصص العبار نص، يعني كل قصة غير القرآن تلاقي سكيات العبرة. العدد الحوايج اللي تعلمت حنا قصص هذه، العدد الامور من بينها الصبر، من قوت الامور هذه. اشكر القرآن انا كيصلح لكل مكان وزمان، يعني حتى الوقت يخص بنادم يغير القرآن اي سني يزغيان دا فلاس يسوال التانيت، ماشي دا يسوال فيه دا يسوال في الانسان نيت حاليا. الغايه من القصص حيت دارت انت التاثير النفسي عند بنادم، اذا نركز الناس كان الحكام كان المواعظ يسر الله عز وجل حتى تسلك من خلال القصص اللي تذكرنا القرآن الكريم. ايتما ديستما نظرة الآراء المواطنين في أهمية القصص في القرآن الكريم، القيمة لله غدار القصص اللي تبدرن على القرآن الكريم. على كل حال غير اللي سننا اختقارة كذلك سنن المواطنين إلى منن القصص القرآني الصالح لكل زمان ومكان. كان إلا القصص ورد نتنت ورد زرنت ما حد القرآن إلا ما حد الإسلام إلا هن القصص كانت الفائدة يقول لي أقرني القرآن. القصص أركز نستفاد ميزرين وميزرين يفلكي الأمم السابقة ميزرين ما يهرجن. القصص أركز نستفاد العقاب اللي يزكز ربي فوق المخالفين. مثلا يغنغرا سورة الفيل نافين قيز ما يجران ما يقال العقاب أهل الفيل. يغنرا القصة عاد وثمود آل فرعون أنتفي مدسني العقاب اللي يسنك في ربي أشكون فوقنا غرس. بني إسرائيل اللي عصر النبي موسى عليه السلام العقاب. فإذا القصص القرآن الكريم كانت كله الفوائد، كانت كله عبار، كانت كله الأسرار. بلادي بغى يتأمل القصصا مثلا تزال المزينين يغاقران القصص القرآنية هاتي أركز نتستفايدن تيغوسيوينا، يعني منهم زوارنسن أرتشجعن باش أدقلن تيغوسيونا اللي فلكينين للانين القصص القرآن الكريم. كذلك وانا يفوقنا غارس غاية الوقت يغدي يوري أن يقرأ القرآن الكريم أن يتأمل القصصا هاتي راه يستفايد كي كان تغوسيوين اللي راه سيرار العقلنس راه سمنت الأغلاط اللي سكار راه سمنت منك أسرى يصلح تيغوسيوين اللي درس هرشنين. كذلك بنادم ما حد أريستفايد القصص أري طمز أغراس المستقيم، أري طمز الطريق المستقيم غوان أفاغ يتم ربي
سورة الفاتحة اللي نقرأ كل صلاة كل ركعة من الصلاة أرجز انتني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هي نكنيت هاتي أرنتيني سورة الفاتحة غليتا أرنتشار يغولي زوارنين اللي فغننا غراس أرنتيني ربي يعني هذا غيجنب الغلط اللي سكرن قد افلاغوري جزء العقاب اللي فلاسني جزء. فاذا القصص القران الكريم هاتي مد يعني فسرنا غلا ارانسن ان القمايات نزيد شويه نوسعت غلاد ان متي يسقسيتن اللي سقسان في القضيه الموضوع القصص في القران الكريم. ما الحكمة من تكرار القصص في القرآن الكريم؟ إذ فعلا تفسير القصص هذه إذ أي واحد يشكد تنفسر يفوز تفسير صحيح. راه غتسقسى الشيخ غلاد في ما تلقى الحكمة تكرار القصص. أهمية القصص في القرآن، القصص الدور نصدق القرآن ماشي غير سرد الأحداث بل اللي خصك الناس هي العباد الحكام. ما قال المعنى التكرار القصص غير القرآن الكريم. أيتما ديستما نسلا يسقسيتنا المواطنين قلتنا يسقسيتنا تقريبا هاتي إلا نيت ما يتعلق صغيلي نيت أغلى أرانس عاود سقسان ما يقان الرأي الدين غزق القضايا هذه أن بدفات تغوصا اللي بدرنا يسيصدار كرايقات ينقيقنا أي فسر لآية القصص اللي القرآن الكريم. إيه يمكن بنادم يقدر سلا يا المستوى من اللغة من الفهم من البلاغة هاتي راه تفهم يقدر سوري لي هاتي يمكن هيزر مدنا المفسرين اللي فسروا القرآن الحمد لله التفاسير قلت عندنا عشرات من تفاسير القرآن الكريم تقريد القرآن الكريم القصص ساتور اللي انت غار الاصل القرآن كلي زدي جزء حتى وليو السنين العربية كلا ترجمة للقرآن الكريم في اللغة يضني اللغة كل العالم بما في حتى الأمازيغية هاتي لن تكرر المحاولات من تفسير القرآن الكريم المعاني اشكون يعني اخصاء او تفسير القرآن الكريم ولا أو القرآن الكريم الفرنسية أو اللغة القرآن الكريم الإنجليزية إلى آخره. أننا تفسير لمعاني القرآن الكريم وأن يستنكر اللغة وريستين تعرفت يجل تورتيس يجلسين والو يستن الفرنساوية الإنجليزية الألمانية هاتي لنت لمعاني القرآن الكريم كلت بما فيه القصص. فإذا الفهم يعني يرخى يعني القصص المقصود هو ان بنادم يعني يغيرك القصه اجيز يستفيد ما التعدال كانت غوسوين اللي يخصى التعديل. رنزر شبكه التواصل الاجتماعي ما جيزيلان الاسئله كذلك شبكة التواصل الاجتماعي واش كانت تجيزي العدد من الأسئلة إلا جيزي السؤال مهم: هل تستنبط الأحكام الشرعية من القصص؟ الأحكام الشرعية من القصص على كل حال إيه لانت بعض الأحكام الشرعية القصص مثلا أنظر قصة أهل الكهف أنظر قصة يوسف مثلا قصة يوسف عليه السلام اللي راه القرآن تعدل فلا سيتماس لو حنتي نغوانو رانت نغين ينقط ربي يحفظ ربي فاللي يلكم درجة مقورن غدار الحاكم مصر اللي في الخزائن مصر اش كاين درس ايتماس اللي خصن يزن تنايقان يوسف اللي خصن يزن تنايقان يوسف قصودن ف مدى سنينا يسني عاقبه
يسامح حسن ف يعني الاخلاق الفلكينين لن تكون له القصص القران الكريم. غير اللي نزرى مثلا غير ابراهيم عليه السلام القصص اللي اني باباس ايوم يقوي يضرب ربي باش يسامح باباس اللي قال الكافر. فالنوع من الرحمه الشفقه الحنان الى كله والقصص القران الكريم. يوسق يظنين ان هل هي للاستئناس زعما القصص القران الكريم هل هي للاستئناس والتثبيت ام للتشريع؟ القصص القران الكريم الا جيز ما قال الاستئناس اركز انت في الفوائد الا ما يقال للعبره الا ما يقال التشريع كذلك القصص القران الكريم اذا القصص درسيه الاهميه القرن الاهميات اهميه تربويه اهميه دينيه اهميه تعبديه ما يقال تعبديه يقت يغنغرا القصص نتمع عن كيزنت اراد تزيد الايمان نغ اشكون نزرا العقاب اللي دي كوزن فقول لي عصان ربي ماني كسني عقب ربي ماني كيقال جزاء اركز انت في الجزاء نقول لهم زينا غارس ربي مانيك اسني جزاء ربي يسموه ندو غارس يرضو في اللسن. فاذا القصص القران الكريم درس تقيون بداد مقرن المسلم البدادات يخصا التفهم يخصا اجز يستفيد يحصى يزر مانيك باش تروالس اللي التربيه نس اجز يستفيد. فالقصص القران الكريم ارتلين تغلب البرامج التعليميه المدرسيه والجامعيه ارتلين البرامج الترفيهيه حتى البرامج الترفيهيه يعني المسرحيات الافلام السينمائيه هذه الا جيزنت الاقتباسات من القصص القران الكريم. هي القصص القران الكريم اللي نتبدا حيا نتبدا الصفان تبدا عمرت دائما الفوائد وهكذا يتم ديستما اسال نكمل الحصيات نترجو اكيز نستافد الاستفاده اللي راه غير هو اختو درتنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.